هتكلم كتير. انا موجوده النهارده تحيه تقدير واحترام مني لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهليه في مصر، وهذه الجمعيات اللي دايما بتثبت انها شريك اساسي في التنميه، وان دورها الى جانب دور الدوله هو دور مهم جدا. احنا بنتكلم عن بلد كبيره جدا، بلد فيها 90 مليون و26% من اهل مصر تحت خط الفقر. لما نتكلم عن 26% احنا بنتكلم عن مستحقين بالملايين، وبنتكلم عن بطاله 12.8%، ايضا بطاله بالملايين. حتى نواجه هذا التحدي لابد من كثير من العمل وكثير من الامل. الامل بناخده من مؤسساتنا ومؤسسات المجتمع المدني وجمعياتنا الاهليه اللي بتعمل في كل القرى وفي كل النجوع وفي كل المحافظات. فانا الحقيقه سعيده جدا بمبادرات وجهود هذه الجمعيات الاهليه، فاحيي مجلس امناء مصر الخير والعاملين في مصر الخير، وبأحيي كل الجمعيات الأهلية الكبيرة والصغيرة، وبأحيي كل من يتطوع للعمل ولمساعدة الغير. مصر فيها تبرع كتير محتاج تنظيم، لكن فيها تطوع قليل، محتاجين تطوع أكتر. محتاجين مش بس تبرعات، محتاجين تطوع بالجهد وبالعلم وبالعمل. ومهم قوي إن جمعياتنا الأهلية تشتغل بأسلوب علمي وتنسق مع بعض. وأنا بشكر لفضيلة الإمام الشيخ علي جمعة وللأعضاء والزملاء في الجمعيات الأهلية إن هم لم يتأخروا عن مبادرة إن إحنا ننسق مع بعض. ابتدينا شهر الخير اللي كان شهر رمضان، والحقيقة في شهر رمضان لما بصينا على حجم الشغل اللي اتعمل في شهر رمضان بس، شهر رمضان استفاد فيه 18 مليون مصري من جهود مؤسسات المجتمع المدني. 4 مليون شنطة اتقدمت في رمضان، يعني آلاف الكيلوات من اللحوم، آلاف موائد الرحمن، وجبات ساخنة وإفطار في القرى وصل لحوالي 1,000,000 وجبة. ففي شغل كبير قوي ابتدى في رمضان، وقعدنا مع بعض أكتر من مرة وسميناه شهر الخير. بعد كده مع بداية العام الدراسي قعدنا مرة أخرى مع الجمعيات وشفنا الجمعيات المستعدة تعاون وتساعد، وكان في مبادرة من جمعية اسمعونا والشباب اللي فيها، وجمعنا شنط مدرسية من خلال جمعيات كثيرة وتوزع أكثر من 31,000 شنطة. النهارده أيضا مناسبة أخرى الحقيقة هي مع بداية ودخول فصل الشتاء، وأهمية إن احنا نشتغل على نتأكد إن المصري اللي محتاج الدعم والمساعدة في فصل الشتاء يجد سقف يحميه من الأمطار، يجد بطانية تدفيه، يجد بلوفر يدفي ولاده. فكنا نشتغل مع بعض ونتابع هذه الجهود في كل مناسبة وفي كل فصل، ازاي الجمعيات تجتمع على اهداف محددة. بنعمل تنسيق ايضا في مجال فيروس سي، ازاي كل الجمعيات تحط ايدها في ايد الدولة عشان نتأكد ان احنا بنخدم فعلا المستحقين، لان الحجم الطلب كبير والمحتاجين كتير. فاحنا محتاجين ان احنا نركز على الاستهداف، نستهدف فعلا المستحقين ونوصل لهم في اماكنهم، يشعروا ان احنا معاهم،